السلام عليكم. عمرك فكرت ازاي تطور مهارات التقييم في الطلاب؟ في عصر الذكاء الاصطناعي الاختبارات الإلكترونية بقت جزء أساسي في التعليم. الموضوع مش مجرد إن يسهل عليك موضوع وضع الأسئلة والتصحيح وخلاص، لا، الموضوع للطالب أصلا ممتع جدا وجذاب. الطالب بيجاوب الأسئلة وفي ثواني بيلاقي الإجابة ظهرت له بعد ما يخلص الإجابة، فبيريحك وبيريح دماغك بقى من التصحيح ومن الدوشة دي. وكمان الطالب بيستمتع بدل ما يستخدم التليفونات في حاجة ملهاش لازمة. لا، دلوقتي يقدر يخش على الامتحانات، حدد له وقت معين يدخل فيه، حدد له وقت معين للاختبار، يقدر يخش يحل والأسئلة تجيلك للطلاب كلها على شريط إكسل، وتقدر تتابعهم وتشوف درجاتهم وأنت قاعد في البيت ومريح دماغك. تعمل الامتحان مرة واحدة تبعته والإجابات كلها تجيلك. أنا مستر عماد عبد الكريم، بحب أشارك معاكم أدوات ذكية تساعدنا في شغلنا وتوفر وقتنا. يلا بينا على الشغل. في البداية بدخل على المتصفح وبدخل على مايكروسوفت فورمز. تمام، ده موقع من أشهر المواقع لعمل الإجابات الإلكترونية. لاحظ الرمز بتاعه أو اللوجو بتاعه ده. أشرح معاك الامتحان والخطوات خطوة خطوة. بيظهر معايا الموقع بالشكل ده. أدخل على الموقع من هنا ساين إن. تمام، هيقول لي اكتب الجيميل بتاعك. طبعا أنا لسه ما سجلتش، ده أول مرة أدخل. أضغط هنا على كريت وان، يعني اعمل حساب جديد. هيطلب مني الجيميل بتاعي. طبعا صعب يكون حد حافظ جيميل يعني بالتفصيل، فنعمل ايه؟ نفتح هنا، نكتب هنا جيميل انبوكس. تمام، ادخل على الجيميل بتاعي من هنا واضغط على الرمز اللي فيه الحرف او الحرف من اسم الجيميل، هيظهر لي بالشكل ده. اعلم من هنا واخد ده كوبي كده وارجع للموقع. تمام، واحط له الجيميل وادوس على نيكس بكل سهوله. هيقول لي بعت لك حاجه على الانبوكس. انا اصلا فاتح الانبوكس، هيظهر عندي بسرعه هنا. تمام، يظهر هنا رقم اللي هو ده، اخده نسخ وارجع للموقع واحط له الرقم. هيقول لي بقى حط بياناتك. تمام، تاريخ الميلاد مثلا. تمام، وادوس على نكس من هنا. هيقول لي اكتب اسمك، اكتب له اسمك. تمام، او اي حاجه او اي اسم انت عايز تضيفه. تمام، هيقول لي هنا اثبت انك انسان يعني مش روبوت. هقف هنا بزرار الماوس وافضل ضغط كده بالزرار اللي هو الشمال لحد ما يكمل عندي الشريط ده لاخره، وهيبني علامه صح. تمام كده، يبقى تمام سجل في الموقع بالجيميل بدون اي مشاكل. هنا بقول لو انت عاوز بقى، لو انت طبعا شغال على التليفون، بيعوز البصمه مثلا كتاكيد يعني حمايه زياده، او ممكن احط له رقم سري، او ممكن يخلص دي مش من عندي دلوقتي، بضغط على اسكيب فور نان. بعد كده عايز ازود الحمايه بتاعه الحساب بتاعي، ممكن بضيف رقم سري اضافي. تمام، بيظهر معايا الموقع بالشكل ده. تمام، انا عايز مثلا اعمل دلوقتي اسئله للطلاب. بتلاقي عندك 4 كده أو 5 اختيارات زي دول كده، فأنا هاختار من هنا كويز اللي هو أسئلة. طيب هل ممكن إن أنا أغيّر اللغة بتاعة الأسئلة وأخلّيها كلّها بالعربي أحسن وأفضل عشان أبقى شايف الأسئلة وفاهمها كويس؟ آجي من هنا، أدوس على الرمز اللي فوق في اليمين ده وأختار my profile، يعني افتح الملف بتاعي عندك في الموقع عشان أقدر أغيّر اللغة عربي، يبقى الموضوع سهل بالنسبة لي. طبعًا دي مش محتاجها دلوقتي، ممكن نقفلها من هنا. إضافة يعني رقم التليفون للتأكيد زي ما إحنا قُلنا للحماية وكده. آجي هنا على اللغة language أهي. تمام، هادوس على English وأختار أول اختيار ده، أخلّيه اللغة العربية، أبحث عليها اللي هي موجودة. طبعًا الموقع بيدعم اللغة العربية بلهجتها. أنا أختار مثلًا عربية المملكة العربية السعودية. تمام، نقول له change display وأقول له أوكي، عشان يغيّر الواجهة بتاعة الموقع باللغة العربية. تمام، دوس على أوكي. تمام، كده غيّر اللغة بتاعتي باللغة العربية. تمام، ودي كل بياناتي اللي موجودة في الموقع. آآ أرجع بقى إزاي للصفحة الرئيسية عشان أقدر أعمل اختبار. آجي من فوق من هنا واكتب الموقع التاني مايكروسوفت فورمز من هنا. تمام، واختار الموقع تاني، بس بقى المرة دي هيظهر معايا باللغة العربية.
أدوس من هنا بقى على اختبار. دي قواعد أو استبيانات كانت جاهزة، أنا ما يهمنيش، مش عاوز أنا الاستبيانات دي، تمام، أقفلها من هنا، تمام، ويظهر معايا شكل الامتحان أو شكل الاختبار بالشكل ده أبيض لسه ما فيش فيه أي حاجة. في البداية أضبط الإعدادات بتاع الامتحان من هنا، أضغط على الإعدادات، تمام، أنا هنا عاوز أعمل امتحان، تمام. فدلوقتي بيقول لي خيار الاختبار وضع التدريب، يعني إيه تدريب؟ يعني ممكن هو يشوف يعني يحط السؤال وإجابته تظهر على طول بعد كل سؤال، لا ده اسمه وضع التدريب. تدريب يعني مش معلوش درجات أو هيديه درجات بس مش هيحاسبوا عليه، تدريب يعرف السؤال والإجابة بس. ما طبعا مش شغال، أنا عاوز اختبار كامل للطالب. الخيارات بقى بتاع الاستجابات هنا أو الردود بتاعته، هنا قبول الاستجابات، يعني أنا فعلتها كده شغال معايا النموذج، يعني أرفع اللينك للطلاب يقدروا يبعتوا الإجابات، تمام. لو انا لغيت الاختيار ده خلاص كده ما حدش يقدر ان هو يبعت يتعذر على المستلمين ملء هذا النموذج، مش هيقدر بقى ان هو حتى لو معلي مش هيقدر يخش على الامتحان. تاريخ البدء، انت عايز الامتحان ده ترفعه امتى؟ تختار من التاريخ من 5 10 6 10 التاريخ اللي انت عايزه والساعه اللي انت عاوزها، وكمان عاوزه ينتهي يوم تقدر تغيره من هنا برضه بدون فرصه بقى الامتحان يوم او ساعه زي ما انت عاوز. مش عاوز خالص امتحان مفتوح اضغط من هنا واقفل الحاجات دي، تمام. طب المدة الزمنية، يعني الامتحان حاطط ظاهر هنا دلوقتي على طول أهو، وعايز وقته قد إيه؟ يعني اللي هو في قد إيه؟ في ربع ساعة، في 10 دقايق، في نص ساعة، أنت بتقدر وقت الامتحان وتكتبه هنا في الكيبورد، تمام. تبديل الأسئلة، يعني عايزه هنا إن هو يبدل الأسئلة يغير ترتيبها الأول يخليه في الآخر يكون وهكذا ولا لأ، تمام. يغير يعني يعطل رقم يعني الامتحان يظهر له بدون أرقام يبقى عايم كده ببعضه، تمام. إيه كمان المهم؟ إخفاء إرسال رد آخر، يعني أضغط عليها كده عشان الطالب يبعت إجابة واحدة بس، مش كل ما يخش على اللينك يبعت إجابة تانية، لأ هي إجابة مرة واحدة بس، فأنا هافعل الخيار ده أحسن، تمام. تخصيص رسالة شكر، يعني بعد ما يخلص بقى تقول له تم إرسال إجابتك بنجاح، تقدر تعدلها زي ما أنت عاوز، تقول له شكرا لإجابتك أو أي حاجة زي ما أنت عاوز، تمام. لازم إن هي تبقى تمام. كده ظبطنا الإعدادات. في كمان حاجة اسمها النمط اللي هو شكل الامتحان، أنت عاوز شكل الامتحان يظهر للطالب إزاي؟ شايفين بغير في شكل عرض الامتحان، تمام، والألوان بتاعته. إيه كمان؟ الخلفية نفسها بتاع الامتحان ممكن تظهر خلفية متحركة زي دي كده، تمام، فيديو زي ده متحرك، كمان شايفينه كمان، حاجة جميلة جدا. أو أي خلفية ثابتة زي دي زي ما أنت عاوز بقى، حط الخلفية اللي تعجبك، عندك أشكال كتير جدا تقدر تختار منها سواء حاجة متحركة أو حاجة ثابتة. أعرفهم برضه إزاي؟ الفيديو هتلاقي عليه علامة المثلث اللي هو بتجي ناحية اليمين ده علامة الفيديو، والصورة مش هتلاقي عليها الحاجات دي، تمام. خلينا نختار مثلا السنة دي عشان نشتغل براحتنا الأول وتبقى تغير بعد كده براحتك، تمام. خلينا نبدأ في الامتحانات عشان ما نضيعش وقت. هنا بيقول لي اختبار بدون عنوان، يعني مفيش عنوان للامتحان. طب أجيب عنوان الامتحان إزاي؟ امتحان العنوان اللي هو يعني إيه عنوان الامتحان؟ يعني اختبار ده على الدرس الأول على الوحدة الكام، أكتب له التفاصيل بتاع الامتحان. طيب أنا أصلا في البداية بجيب الأسئلة إزاي بتاعة الامتحان؟ أنا شرحت قبل كده في فيديو هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف إزاي تقدر من خلال ملف PDF إنك تستخلص منه الأسئلة بتاعة الامتحان. بعد ما تستخلصها وتاخدها تحطها في الملف وورد زي ده كده بالشكل ده، بيبقى عندك الامتحان بالكامل، تمام. أي امتحان بيبدأ بيطلب منك اسم الطالب وبيديك عنوان كده للامتحان. أنا هاخد بس كده الأسئلة من هنا وأحطها في فورم، تمام. فأنا هاخد اختبار على الدرس التاني ده وأرجع للموقع وأحط العنوان فيه. وصف النموذج، أنت عاوز بقى تضيف أي معلومات تانية زي اسم حضرتك، رقم تليفونك اللي أنت عاوزه، تمام. ده كده عنوان الامتحان. وبعدين أضغط على البدء السريع باستخدام، يعني أنت بقى عاوز تعمل عاوز تعمل أسئلة اختيارية ولا أسئلة نصية الطالب يكتب؟ التقييم والتاريخ والحاجات دي مالناش دعوة بيها. التصنيف برضه ده نوع من أنواع الأسئلة، ترتيب يعني. الليكس ده برضه مهم بالنسبة لنا. والمقطع اللي هنشتغل بيه 3 حاجات دول، اختيار ونص وتصنيف وكمان المقطع، 4 حاجات أهم. طيب إيه المقطع ده؟ المقطع اللي هو أنت عاوز تحط رأس للسؤال، يعني اكتب مصطلح العلمي مثلا، علل لما ياتي، أكمل، اختياري، هو ده معنى كلمة المقطع. تدرس في الامتحان كده هيئة مقاطع أو هيئة أسئلة. طيب
قبل ما ابدا الامتحان لازم اطلب من الطالب ان هو يحط اسمه. طيب يعني اعمل ده ازاي؟ هضغط على نص، يعني عايز الطالب يكتب ايه نص اسمه. تمام، السؤال هنا هيبقى ايه؟ الاسم ثلاثي. تمام، وعلم هنا على اجابه طويله، يعني يكتب نص يبقى اسمه ايه؟ ثلاثي. واضغط على كلمه مطلوب. كمان مطلوب يعني ايه؟ يعني لازم السؤال ده يتجاوب، او لازم الحاجه دي تتجاوب، لو ما جاوبهاش الامتحان مش هينقل للخطوه اللي بعد كده. تمام. طيب يبقى كده عملت اختبار، عملت عنوان كده للاختبار، وكمان كتبت الاسم. اعمل ايه؟ ادخل بقى على اضافه سؤال جديد، ابدا بقى اخد الاسئله بتاعتي. تمام. طب زي ما احنا قلنا، انا قلت هقسمها مقاطع او اجزاء. اضغط على المقطع. تمام، ده السؤال الاول اللي انا هحطه. اجي من هنا على اكتب المصطلح العلمي. تمام، اضيفه هنا. درس السؤال. خلاص كده خلصت المقطع. اضيف بقى سؤال جديد، يعني المقطع ده الحاجه الرئيسيه، الاسئله بقى تحته. الاسئله تبقى ايه؟ اختياري. انا اخترت اختيار. تمام، بيقول لي السؤال عباره عن ايه. اقول له هنا اخد جدول قياس العناصر اهو. وهنا بيقول لي بقى اكتب الاختيارات بتاعتك. جدول رتبت فيه العناصر. تمام. اقتصادين حسب العدد الذريه. انا هديله اختيارات مثلا جدول مندليف، جدول موزلي. طب انا عايز اضيف كمان خيار، اتك هنا على اضافه خيار. تمام، اقول له الجدول الدوري الحديث. تمام. طيب وبعدين اختار بقى من دول الاجابه الصحيحه. طبعا جدول موزلي عشان الطالب يختار، مثلا لو اختار الاجابه دي وهو بيقل دي الصح ياخد النقط. ايه النقط دي بقى؟ كل امتحان عليه درجات او نقط. طب اعملها ازاي دي؟ هتلاقي تحت هنا النطاق، اخليها مثلا كل شويه مثلا بدرجه او درجتين زي ما انت حابب براحتك، او 5 درجات زي ما انت عاوز. لو جاوب صح هياخد نقطتين، طبعا ما جاوبهمش بيخسر نقطتين لحد ما يشوف بقى هيجيب كام درجه او كام نقطه بالامتحان كله. ولازم كل امتحان يا جماعه اضغط على مطلوب، لازم اضغط على مطلوب. يعني ايه مطلوب؟ يعني السؤال ده لازم تجاوبه، لو ما جبتوش مش هينقل للسؤال اللي بعده. عشان لو سيبته مفتوح ممكن الطالب فيه اسئله ينساها او ما يشوفهاش، فساعتها هيبقى فيها صيانه ناقصه في الامتحان. لا، دي تلزمه ان لازم يجاوب السؤال ده حتى لو نسى، الموقع بننبه. تمام. طيب كده خلصنا اول سؤال. طيب اعمل ايه؟ اضافه سؤال جديد. تمام، اختيار. تمام، اعمل ايه؟ اروح برضه زي ما عملت في السؤال الاولاني، عناصر المجموعه 18 اهم. تمام. هي الدوري دي مثلا العناصر الكامله ولا الاقلاء مثلا. ها، اضيف اختيار من هنا، ولا الافلاء الارضيه. عايز كمان خيار اضيف ولا الهالوشينات. تمام، واختار الاجابه الصحيحه من هنا، عناصر الكامله. حلو، واعمل مبسوط تلقائي زي ما هو عشان عملت السؤال اللي قبله كده. اضيف سؤال جديد. خلينا بقى نغير في السؤال ده شويه. تمام، انا عاوز اعمل مثلا نص اللي هو اول. هاجي من هنا ادخل على السؤال اللي بعده. تمام، لو اني ادخل اجابتك، اضغط هنا على اضافه اجابه. السؤال بيقول ايه؟ عدد الالكترونات المفرده في تركيب لويس. طبعا ده التكافؤ، اكتب هنا التكافؤ واعمل اضافه. اضغط كمان اجابه اللي هو تكافؤ واعمل اضافه. طب ليه عملت كذا اختيار؟ ممكن الطالب بدل ما يكتب كلمه التكافؤ يكتب تكافؤ بس من غير الف واللام فتظهر له غلط، فلازم هنا الطالب يكتب زي الاجابه بالظبط. فده احتمالين، يا التكافؤ يا تكافؤ. لو فهمت من التاني ممكن اكتب، لو السؤال ده هلخبط بلاشه خالص. تمام. طيب انا دلوقتي عملت كام سؤال من سؤال علمي؟ ادي 1 2 3 اسئله. تمام، عاوز بقى إيه؟ اغير السؤال شويه. اغير ازاي؟ عاوز بقى اعمل سؤال جديد. اضغط على اضافه سؤال جديد من هنا. تمام، واختار برضو المقطع عشان اكتب بقى سؤال جديد. واختار مثلا اكمل العبارات التاليه اهو. مثلا اكمل، ماليش دعوه بالفرع سيبك منه. اضافه سؤال جديد واختار برضو اختيار. حلو. فين بقى السؤال اهو؟ شغل عالم كذا. احط السؤال هنا. شغل عالم او مثلا موزلي، رذرفورد. اضيف خيار من هنا ولا مندليف. وما انساش اعلم على الاجابه الصحيحه، يعني الاول مطلوب من هنا، وعلم الاجابه الصحيحه طبعا رذرفورد من هنا، صح كده. تمام. السؤال اللي بعده ضاف سؤال جديد، وهكذا بقى افضل اضيف كل الاسئله بتاعتي. طيب خلينا نجرب كده نوع من الاسئله مختلف شويه اللي هو التصنيف ده.
عملنا اختيار وعملنا نص، اجيب بقى تصنيف. تصنيف يعني ايه؟ يعني بجيب لي كده، بحط له سؤال واقول له مثلا رتب لي الاختيارات دي ازاي يعني. خلينا كده نشوف السؤال ممكن ينفع هنا. السؤال ده كويس. تعرف عناصر المجموعة 1A باسم ايه؟ والمجموعة 7A باسم ايه؟ طبعا انا عندي مثلا هنا الأقلاء، الأرضية، ودي الهالوجينات، والأخير ده أنا مش عاوزه. حلو؟ ركز بقى، هنا بقول لي إيه؟ فرز الخيارات بالترتيب الصحيح، يعني أنت حط له أو رتب أنت الإجابات بالترتيب الصحيح. يعني هنا مش هعلم على حاجة، أصل هما دلوقتي ترتيب، فالإجابات هنا مفيش صح وغلط، أمال إيه؟ أنا برتب له الصح. ده برتبه إزاي؟ هترفع السؤال كده هتلاقي في اليمين فيه 6 نقط كده، لو ضغطت عليهم وحركت كده يتحرك معاك الايه السؤال. طيب دي هتلخبطني مش هعرف اعملها. هتلاقي في سهم كده، بتبقى السؤال في سهم بيظهر جنبه كده جنب علامه السله مكتوب ايه النقل الخيار الاعلى، اضغط عليه كده هيطلعه فوق، لو ضغطت على اللي جنبه ده التاني هينزله تحت. طب الاجابه هنا بالترتيب الصح ايه؟ طبعا الاقلاء واحد ايه، مش الاقلاء الارضيه، ده هي الاقلاء، يبقى انا عملتها غلط، اعمل الاقلاء بس. والمجموعه 7 ايه هالوجينات، كده هو الترتيب الصح المظبوط بتاعي. تمام. وهكذا افضل بقى اضيف الاسئله بتاعتي. تمام. نعمل كمان واحده. يتكون الجدول الدوري مثلا من كام فئة؟ تمام. أحط مثلا هنا 5 6 و4. تمام. واختار من هنا الإجابة الصحيحة 4 فئات رئيسية. تمام. أفضل أضيف بقى أسئلة لحد ما أخلص خالص. طب أنا عاوز أشوف يعني الامتحان بتاعي الشكل النهائي بتاعه إيه؟ أعمل هنا على كلمة معاينة، هيوريني شكله، وده هيظهر للطالب بنفس الشكل ده بالظبط. بقول لي اختبار الدرس الثاني مستر عماد الكلمة اللي حطيناها، والوقت 15 دقيقة، أضغط على أنقر للبدء. تمام. هنا يقول لي داخل الاسم. تمام. أدوس على التالي، جيب لي الاسئله اهوت، كل سؤال شوط 2 نقط، كل سؤال شوط 2 نقط، عشان تراجع شوف حاجه غلط ولا لا. جدول رتبت فيه العناصر تصاعديا حسب الاعداد الذريه، طبعا جدول موزلي. عناصر المجموعه 18 العناصر الشامله. عدد الالكترونات المفضله في تركيب لويس، طبعا قلنا التكافؤ او التكافؤ، اكتب واحده فيهم وادوس على التالي. يجي السؤال اللي بعده يقول لي اكمل اكتشف العالم انواع الذره تعطيها رتبات موجبه. طبعا عالم رذرفورد. طبعا دي بقى اللي هو الترتيب. تسمى المجموعه واحد ايه جسم ايه الاقلاء، يبقى الاقلاء طلعها فوق، بعدها هالوجينات نمرتهم 1 2. ده الترتيب لو عملتهم كده هتبقى غلط، لازم اعمل كده ادوس عليها كده واطلع لفوق. تمام. ما عنديش الدوسه دي، ممكن اضغط على الايه اللي السهم ده، السهم فوق يطلعها فوق. طيب بتكون الجدول الدوري من 4 فئات رئيسيه. حلو كده، خلصت خالص، الاقي كلمه ارسال، ادوس على ارسال هنا، ظهر لي تم ارسال اجابتك بنجاح، واعمل هنا على عرض النتائج، يظهر لي اجاباتي. انا جبت كام؟ 6 من 6، يبقى كل الاسئله بتاعتي كده ايه المظبوطه 2 4 6. بس انا كده عندي اكتر من سؤال، يبقى معنى كده ان احنا سيبنا الاسئله اللي بعد كده سيبناها من غير نقاط، فما نحسبهاش. تمام. دي بقى فائده المعاينه، لو انت عندك حاجه نسيت او اخطات فيها يظهرها لك. في كمان حاجه جميله في المعاينه، تقدر تعمل معاينه للجوال او التليفون، يعني يظهر لك شكل الاسئله على التليفون عامله ازاي. شايف اهو، هيظهر لك حجم، يعني يجيب لك الحجم بتاع التليفون بحيث تبقى شايف الطالب هيبقى شايف الاسئله عامله ازاي. تمام. ادوس من هنا على رجوع وارجع بقى الاسئله اللي انا ما عملتهاش اللي هي النقط دي. تمام. اللي هو السؤال ده انا سايب هنا صفر، احط نقطتين من هنا. تمام. وده برده 2، وده هحط له نلغي السؤال من هنا نقطتين. وعشان احنا قلنا موضوع الغاء السؤال ده، لو انا عملت السؤال دلوقتي وعاوز الغيه او هسيبه خالص اعمل ايه؟ اضغط عليه كده، لما تقف عليه بيعمل لك ايه زي تظليل كده، اضغط عليه واختار من هنا على حذف السؤال، يعني يشيله خالص. طب السؤال ده انا عاوز اعمل سؤال شبهه بالظبط، بحيث مش كل شويه اعمل اضافه سؤال جديد، يعني عايز اعمل سؤال زيه اختياري، دوس هنا على نسخ السؤال اهو، يعمل لك سؤال تحته زيه بالظبط، تقدر بقى انت تغير فيه. تمام. وتغير في الاجابات بس من غير ما ادوس على اضافه سؤال جديد واعمل اختيار، لا مش كل مره هعمل كده، ادوس بس على نسخ السؤال يقوم مكرر السؤال بتاعك. تمام. طيب انا دلوقتي خلصت عملت الامتحان بتاعي وظبطته تمام ونسقته واخترت من هنا النمط اللي انا عايزه او الشكل اللي انا عايزه. تمام. وعملت امتحان شكل كويس. تمام. انا دلوقتي بقى ابعت الامتحان ده للطالب ازاي او الطالب هيجاوبه ازاي؟ تيجي هنا على كلمه تجميع الاستجابات. تمام. هيطلع لك صفحه جديده. تمام.
هنا بيقول لك نص كده او حاجه بتظهر للطالب انت بسرعه تقرا الدرس الثاني، اتوفر تقرا الدرس الثاني وشويه كلمات كده عن الامتحان تقدر انك تعدل فيها. تمام، وتقول له الامتحان ده ياخد مثلا ربع ساعه، او تمسح الرساله الفاصل لو انت مش عاوزها اي حاجه. تمام، واختار من هنا بقى اللينك نسخ الارتباط. ممكن اعمل هنا تقصير العنوان بحيث ما يبقاش اللينك يعني ما يبقاش كتير، يبقى حاجه صغيره، واختار هنا نسخ الارتباط. تمام، كده بقى معايا اول هذا الارتباط جاهز للصق. هبعته بقى دلوقتي للطلاب على الواتس مثلا. الطالب هيفتح يظهر مع الامتحان بالشكل ده اهو. تمام، دوس على كليك تو ستارت حسب اللغه اللي عنده بقى، ادخل الاسم ثلاثي، نيكست. الاسئله تظهر معاه بالشكل ده. تمام، هنختار اسئله كده عشوائيه عشان نشوف الاجابات على السريع كده. والاخر يعمل سبميت او ارسال، ويتك على يضغط على فيو ريزلتس يظهر له النتيجه بتاعته. جبت 4 من 12 وخدت وقت قد ايه. تمام، ويجيب له كمان الاجابه زي ما احنا قلنا اهو. الاجابه بتاعتك دي غلط عشان الصح كان كذا، انت اخترت مندليف اللي على اللون ده، والصح كان الجدول المثلي، والاسئله كلها بتظهر معاه بالشكل ده. ده اللي انت اخترته او ده الصح، واللي انت اخترته اللي هو ده. قلت لك لا دي غلط، الصح العناصر الكامله، والصح يقول له ده صح. تمام. تمام، عشان يعرف اجابته في ساعتها. طيب انا دلوقتي الطالب جاوب على السؤال ده. انا دلوقتي عاوز اشوف بقى الطلاب درجاتهم ايه. طالب اسمه كذا وجاب درجه كام. تمام، بس قبل ما ننقل على الحاجات دي ما ننساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتش. تمام، ارجع للامتحان تاني هنا واقفل بيه وادوس على عرض الاستجابات. يعني قول لي دلوقتي كام واحد رد على السؤال بتاعي. تمام، هذا هنا بقول هنا استجابتين، 2 ردوا. تمام، وجيب لي هنا كمان اخر ردين، ده مستر عماد مستر عماد. تمام، انا ادوس على هنا مراجعه الاجابات عشان يظهر لي الناس اللي جاوبت كلها. ايه الاسئله ودي الاشخاص. الاشخاص لما تقف على اللي هو مجهول المصدر ده، تك عليه كده هيلاقي او هيظهر لك هنا الناس اللي جاوبوا. هنا 2 بس ليه ظهر مجهول المصدر؟ مالكش دعوه باللي فوق دي، اضغط على 2 كده يظهر عن اسم ثلاثي وتحته مستر عماد، يبقى دي اجابات مستر عماد. لكن اللي فوق ده اهو مستر عماد برضه انا كنت مجاوبها قبل كده. تمام، حلو كده. تمام، كده نكون خلصنا شرح موقع مايكروسوفت لفورمز بالتفصيل بالطريقه البسيطه اللي تقدر دلوقتي تتابع منها مستوى الطلاب بتوعك. اتمنى يكون الشرح واضح. لو انت لسه عندك اي استفسار ابعت لي في الكومنتات، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه. اتمنى الشرح يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.